لا مش كله هيدخل. في لقاء اسماعيليك النهارده مع اهالينا مزارعي مركز بسيون وسية مبادرة القرن بتاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيه طبعا المجمعات الزراعية اللي يتم إنشائها. المجمع الزراعي ده مكون من وحدة زراعية اللي هي جمعية زراعية، والوحدة البيطرية، ومركز إرشاد. ده نموذج هيبقى موجود في القرية الأم، والنموذج ده هيقدم خدمات لأهالينا المزارعين. الجمعية الزراعية زي ما احنا عارفين إن هي تعتبر هي السجل المدني أو لقاعدة البيانات أو الحائزين الحيازات الزراعية اللي موجودة داخل انضمام القرية دي بتبقى موجودة في الجمعية الزراعية. احنا شايفين منظومة كارت الفلاح، وده إنجاز كبير جدا تم في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقى موجود تابلت موجود داخل الجمعية، بتدخل عليه الحصر بكل الحيازات موجودة ومسجلة على التابلت. بقى فيه بنستخدم الكارت في صرف مستلزمات الإنتاج بتاعتنا. احنا المحافظة رقم 1 في كارت الفلاح، تخطينا النص مليون كارت. كل الحائزين بتوعنا بقى معاهم الكارت الذكي بتاع الفلاح، بحيث ان بيصرف فيه كل المستلزمات بتاع الانتاج. كمان حضراتكم المركز الارشادي اللي هيبقى موجود فوق في الدور الثاني في المجمع الزراعي اللي هيتم تنفيذه، ده هيقدم الخدمات الارشاديه والتوعيه لاهالينا المزارعين. وكل من له مجال في مجال الزراعه بتيجي الزملاء الباحثين بمركز البحوث الزراعيه والاخصائيين بتوع مركز الارشاد الزراعي في المحافظه، وبنقعد مع حضراتكم وبنوصل لكم كل ما هو جديد. كمان التمكين الاقتصادي للمرأة ودورات تدريبية عشان نرفع من المستوى المعيشي بتاع المرأة الريفية. ده طبعا هيبقى المركز الإرشادي ده هيقدم كل الخدمات دي في هذا المركز الإرشادي. المجمع الوحدة البيطرية دي هتقدم كل الخدمات الخاصة بالرعاية البيطرية وللحيوانات ملك أهالينا المربين من حيث الرعاية الصحية أو التغذية.